السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون صحتكم شباب؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبعا شباب هسه أني يعني رحت مدتها 3 أسابيع لأن كنت بالمستشفى مريض. فالمهم شباب هسه رجعنا بقوة وبموقف جديد، وهذا الموقف صار عاد وياي بالمطعم. فشباب أتمنى من عندكم تدوسون زر الاشتراك وزر اللايك، ويلا بينا نفوت في القصة. طبعا شباب من فترة يعني قبل الامتحانات مالت نص السنة، ها. عزمت أنا صديقي على مطعم. تمام. عزمته نروح ناكل فلافل. فشباب رحنا هناك ناكل فلافل ومشت الأمور عادي. جبنا بيبسي ورحنا أكلنا فلافل. والله شباب الفلافل بعدها ما نازلة، ونشوف لكم عركة بصفنا. هو يعني بصفنا هناك، وهذاك يصيح وهذاك يصيح: ماكو ماكو، هذاك ماكو. واحنا كل شيء ما مفتهمين من عندهم. فيعني الشباب يعني احنا شنو، احنا قلت لكم بصفنا، هم بصفنا، هم هنا احنا هنا. فشباب يعني واحد من عندهم قام كان شنو يجيب هذيك علبة الصوص، يجيبها ويلقحها هيك، يعني يلقحها فرارية. كان تجي وين؟ على صديقي. والله هذاك صديقي قام لكم هيك. كان شو يقول لكم؟ كان شو يقول لهم؟ هاي ليش هيك تسوي؟ كان شو يقول له؟ إيه يا بخ وش تريد والله تسوي؟ ها؟ كان صديق يقول له لا بس حبيت ارجع لك الصوت، خاف تحتاجونه يعني ويا. فانطاه الصوص وشوية ترزل ورجع. بس انا ما سكتت، انا اسكت لا. انا شو اسوي لكم شباب؟ اني شنو قلت له عبد الله؟ اني شنو هسه شويه وراح ارجع. كان شي يقول لي تمام انتظرك، بس مو تعرفني مو تعرف هذا لي الحساب. قلت له حاسب تمام. المهم طلعت صحت لكم جماعتي هذوليك بس يدورون معاركات. صحتهم من صحتهم رحنا وين؟ على المطعم رجعنا، حكينا لهم القصة أول بأول. وبعدها العركة مستمرة. أدري هذول يعني شنو متعاركين عاد لو ورث أبوهم ورث قطعة القاع مالت جدهم متعاركين. المهم فالشباب صحت لكم جماعتي جينا. كان شنو نروح لهم؟ كان شو اقول لهم؟ ولكم اسمعونا زين، هذا مطعم تقعدون بيه مو تتعاركون بيه. كان شي يقول لنا وبالله يعني انت ايش تريدون تسوون؟ ها تريدون بالله تكونونا يعني؟ كان صديقي ياسر شي يقول لهم ايه نكاونكم يعني شو تريدون تسوون؟ والله كان هذاك ياسر أول واحد، ورا عبد الرحمن، ورا عبد الله، ورا همام. رحنا عليه. فوالله يا شباب اني يعني شنو كان بجيبي؟ الشفرة. كانت بجيبي شفرة. تمام. فهذيك الشفرة اني ما كنت ادري بيها هي بجيبي، بعدني ما ادري عني وقتها. فاحنا رحنا نكاونهم نضربهم هم يضربونا، وهيك لحد ما شباب هاي وقفت بعد. صاحب المطعم اجى كان شي يقول لنا كافطة تتعاركون من هسه تقعدون مثل الأوادم وتاكلون تشربون لو تطلعون برا هذا المطعم. كان احنا كلنا نقعد بس هذوليك ما يقعدون. والله راح لهم صاحب المطعم كان يقول لهم هسه تطلعوا لي برا. كان شي يقول إيه كيفك يعني هسه انت؟ كان شي يقول لهم ايه كيف. والله لزمولكم يا دق 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 دقوا بالقعدة. فاني وياسر ما تحملنا هيك يعني نشوف عن صاحب المطعم. فاحنا خطرت ببالنا فكرة لو ساعدناه يمكن ينطينا هاي الفلافل ببلاش. وصدق اني هيك حطيت ايدي بجيبي على اساس اشوف عندي فلوس لو لا، والقي لكم الشغله. قال والله شباب هنا انا معكم، الفرحه ما اقول لكم اياها، الزم لكم الشفره واروح لكم عليها من وراهم. وهيك على يده هم كانوا مع بوقت صيف لابسين نص ردان لهنا، وعلى ايده هيك شخ، وايده هيك صارت بيها جرح طول الشهر.
وكل دم بدم. عاد هذاك وقع، عاد من بقى لنا عاد هذاك شوي ونضربني كان منو يجي ياسر ويدفع. عاد هنا احنا وقعناه قلنا جلسة اللعبة بيدينا. عاد والله شباب رحنا وكتلناه. هذاك اللي شقيت عديدة بالشفرة واقع بالقع ماله بعد لا حس ولا نفس. هذاك بس يعني شي يريد يتنفس ما يقدر يتنفس. فشباب كتلناهم وطردناهم برا المطعم. فاحنا فرحنا كان شو نقول واخيرا احنا كلسنا فلافل ببلاش. وراها بعدين شي يقول لنا بالمطعم، جتنا صدمة من قال لنا. شنو قال لنا؟ ها صاحب المطعم قال لنا والله رحم الله والديكم، تطلبون شي؟ كان نقول له 4 فلافل. كان يقول لي تمام. نزل لنا الأربع الفلافل أكلناهن. رحنا تروح نطلع عبن احنا شنو عبالي على حسابه، بس ماكو. كان شنو يصيحونه والكم يا ولا تعالوا وين الحساب. كان نقول ليش مو صاحب المطعم ما تحاسب؟ كان شو يقولون اصلا صاحب المطعم مو هنا. شباب هنا احنا انصدمنا، انصدمنا صدمة عمرنا ماكو بعد. ها فشباب بهذيك اللحظة اني ما كنت شايل فلوس، عبد الله ما شايل فلوس، ياسر وعبد الرحمن هذول اكبر فقرية. والله شباب بقينا لكم بالمطعم قاعدين. كان شو هسه شوي ونجيب الحساب، بس خلينا نقسمه. واحنا اصلا كذب حتى ربع دينار ما بجيبنا. والله شباب نبقى يابا هسه شلون. وراها والله شباب خطرت ببالي فكرة. كان انا شو اقول لهم شباب راح نروح واحد ورا الثاني على حجة هذا نروح على الصحيات تكرمون. ومن هناك نفلت نطلع نشرب. فمن هو اول واحد عاد خاف عاد يلزم انا بصفة يعني انا صاحب الفكرة. قلت لهم انا اول واحد. قال لي يلا خش شباب اطلع لكم اول واحد هيك. كان اروح افلت. والله شباب عاد هم حامل حسن بيا طولت معناها فلتت. ياسر يلزم لكم ويفلت، عبد الرحمن يلزم لكم ويفلت، الا عبد الله سمين شويه، في شوي ناد سمين. فيعني هيك كرشه هيك هيك عاد يمشي. فشباب شنو هو هماتين عاد يجي تايفلت عاد ويانا بس ما يقدر عاد يقلص لان قلت لكم كرشه هي. فشباب كرشه كبيره يعني اقول لكم كرشه هذا ما ادري ايش ماكل. المهم فما قدر عاد يفلت، سوى صوت قوي واجاكم منو الكاشير اللي على المطعم والله ما ذكر شو اسمه. المهم فشباب شافه شي يريد يفلت يلزم لكم يحل فيمينات وينه. وهو مثل المطي يقول له كل شيء. يقول له عادي يقول له اي والله راح بالدم هناك. كان اني سمعته هو من اعترافه. فشنو قلت لهم اني عاد اسال ياسر وعبد الرحمن قلت لهم تعالونا على الحديقه. اكو حديقه بصف المدرسه. قلت لهم يلا ركضوا على رحنا ركض طياره بيو وعبد الله بقى هناك خطيئات يغسل بالماي. وراها شباب باليوم الثاني من دوامنا والله شباب القي لكم اسد عبد الله اشو من يمي يمر وما يسلم. ما يسلم عاد يعني من يمي يمر ما يسلم على يا بدري شنو بجيبك بتاعت 25 بجيبك فلوس. اذا بجيبك فلوس قل لي اخذها من عندك. فشباب عاد من سألته شكو كان شو يقول شكو البارحة الدقة الناقصة وتقول لي شكو. وراها كان انا شو اقول له عبد الله من الاخير ترى انت ما قدرت تفلت يعني مشكلتك انت مو مشكلتنا. قال لنا عاد خلي هاي مشكلة عاد فيكم بعد لا اعرفكم ولا اعرف فيكم. هو اصلا لوتي. ثالث يوم السلام عليكم شلونكم يابا تتفقون على طلعة شي شياطين اكبر هتلي هو. فشباب هاي القصة صارت حقيقية
وصارت تحديدا بالشهر ال11 من المدارس من أزمة صديقي عبد الله. فشباب أتمنى يعني تعجبكم القصة، وإن شاء الله تستمتعون بيها، ويلا مع السلامة.